هردلك يا ام ريان، الله عليك يا حبيب والدي. هردلك يا ام ريان، تحرمش منك يا ام ريان. بحييكم من مكاني هذا. خلاص ديسكها خلاص، انا الديسك اللي سليم. شوفوا بقى يا حبايبي معانا بقى. انا مبسوطه من ايه؟ مبسوطه من الابداع اللي انا عملته ده بجد. ليه عملته؟ شوف بتنسب الليله لنفسها. مش الابداع اللي انا عملته لوحدي، يعني عاملينه كلنا. شايفين؟ عاملينه معاكم يا حبايبي. من الالف للياء اهو. احنا عاملينه بجد. بس واجري. بص بقى، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا حلوين؟ ازيكم يا جمال؟ ازيكم يا طعمين؟ يا رب تكون فيديوهاتنا كده سهله وبسيطه وبتجربوها ان شاء الله وبتعجبكم. سهله كده يا حبايبي. ما تنسوش بقى الاشتراك معانا في القناه، وما تنسوش تحطوا لنا اللايك الجميل من ايديكم ديت، وما تحرمش منكم يا اجمل واعز اخوات واعز حبايب. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم بقى، هنعمل معاكم الهمبرجر بكل خطواته، ان شاء الله بالمخبوزات بتاعته بالكايزر بتاعه، وبالظبط بالتكات وبالخطوات. هنبدا مع بعض كل حاجه واحده واحده. جايبين العده كلها ايه، وجايبين كل الملتزمات الامنيه زي الفل باللي هي الاكياس الجاهزه دي. معانا هنا العجينه اليابانيه، احنا عملناها مع بعض في السندوتشات. مريان عاملاها من بالليل. هي مش حاجه يعني. قعدت كام ساعه؟ قعدت من بالليل لحد دلوقتي. 3 معالق دقيق على نص كوبايه ميه، عجناهم لغايه ما بقوا معانا ايه، معانا ايد نضيفه طبعا، زي ايه، عاملين زي الملبن كده اهم يا حبايب قلبي. معانا هنا نص كوبايه سكر، معانا هنا معلقه بيكنج باودر كبيره، رشه من الملح، كيس خميره، ومعانا بيضه جايه في السكه. جايه في السكه. دي رامي سفيان البيض ينزل من البتاع بتاع الكهرباء. ومعانا هنا يا حبايبي هنحط الخميره بتاعتنا في ميه دافيه زي ما احنا متعودين مع بعض. كل حاجه خطواتها سهله وبسيطه، وباذن الله ان شاء الله باذن الله هنعمل كل حاجه مع بعض ان شاء الله مع بعض يا حبايبي كده بحب كده وان شاء الله القناه ديت باذن الله هتكبر بكم ان شاء الله، متفائلين بكم خير. كده حطيت حبه من السكر مع الخميره مع ميه دافيه بس عشان نختبرها. ماما داخله في الجد النهارده على طول. ما هو عشان الفيديو بس ما تطولش عليهم، عشان الفيديو هيطول بقى باعمال الهمبرجر ان شاء الله باذن الله والكايزر. ربنا يسعدكم حبايب قلبي يا رب، وبنحبكم في الله. بمناسبة المدارس يا اولاد، الشتاء بقى داخل بمخبوزاته بقى ايه، بروايحه الحلو. سيب ديت. هنخش بقى ايه على الدقيق بتاعنا. قلت لكم ايه، انا بوريكم الكيس اهوت، وفي كيس ورق، ده كيس بلاستيك، دي كيس احنا على فكره ده الكيس ده من التموين. شوف احنا جايبين كيس واحد، احنا جايبينه اصلا من التموين يا حبايبي. فانا جبت الدقيق السايب اللي هو اللي بالكيلو ده، لا مش حلو، ما في عرق جامد قوي. فانتوا جربوا انتوا ده هو. البيضه جت بالسلام، شكرا يا بطه. اهي جربوا ده يا حبايبي، بتبقى عرقه حلو وبيديك ايه نتيجه حلوه، وان شاء الله باذن الله بيطلع كل حاجه بالمخبوزات بتاعته حلوه وجميله. هندخل بس الكيلو الدقيق بتاعنا واختبر البيضه دي اشوفها حلوه ولا لا، ونكمل الفيديو مع بعض. الدقيق بتاعنا نحط بقى البيكنج باودر ورشه الملح وبقيه السكر، ومعانا هنا الخميره بتاعتنا بردك حلوه وجميله اهي. طبعا بصراحه مش هحكي لكم عن الكايزر ده من قبل ما يتعمل، هنكمل المدح في الوقت. معانا هنا البيضايه اهي. بصوا يا حبايبي انتوا ايه، ابداوا كده وقولوا بسم الله يا مريم. ماشي. بتزهقي تتزعقي. عماله تعمل كل حاجه وترميها، مش عارفه افضل اعلم فيك لحد امتى. فهوت يا حبايبي كل حاجه خطواتها سهله وبسيطه، وهتديكي نتيجه مرضيه ان شاء الله. بص يا بطوط، يا بقاو. هنا الخميره بتاعتنا عملت فوم، هي فوم حلو اهوت، يعني كده ان شاء الله الخميره بتاعتنا حلوه. بسم الله. والمخبوزات بقى في الشتاء بتنفي الميه. شوفوا بقى اقتصادي اهوت، بدون لبن بدون زبده، وهنحط في الاخر بس كده معلقتين زيت معانا، وهيبقى حاجه كده ايه تحفه ان شاء الله. حبهم ان شاء الله كل حاجه تبقى حلوه وجميله. لاول مره اشوف بقى القناه بتاعتنا، اعملوا اشتراك وتفعيل الجرس يا حبايب قلبي عشان يوصل لكم كل جديد مننا ان شاء الله. العجينه الليبانيه يا اولاد، ليبانيه، العجينه الليبانيه. وهكمل بقى عجن وهوريكم ايه السمك، يعني ان شاء الله المطه بتاعتها في الاخر، عشان بس الفيديو ما يطولش عليكم، لان احنا لسه هنعمل الهمبرجر برضك في نفس الفيديو. فانا مش عايزه الفيديو بس يطول عشان ايه ما تزهقوش مننا. ويا رب ما تزهقوا مننا يا حبايبي، ونكون ضيوف خفاف خفاف على قلوبكم.
استنونا بقى. ناقص. قربت اهو. شوفوا يا حبايبي بقى، ما تكون عجينتك سابت ايدك كده ونعمت خالص اهيت، ما بتلزقش في ايدك خالص اهي كده، تعرفي انت عجينك ايه بقى حلو وجميل. ويا رب نكون بنشجعكم كده يا حبايبي وتشجعوا هي سن التلزيقه بس مخدوم يعني، هي تديله سن التلزيقه بس بص مخدوم يعني في العجين. شفت بقى، انا بحب اكل معاكم يا حبايبي 3 معالق زيت كده يعني ايه، مش اي حاجه. وبرده تدوم لفه كده بقى بس يديله لمعه ايه في الاخر كده. هو كده كده العجينه بتاعتنا فيها نسبه تلزيق زي ما بقول لكم، ونعم الحمد لله خلصت اهيت، هي فيها نسبه تلزيق اهي زي ما بقول لكم، بس ناعمه وجميله ناعمه وقويه وكلها حلوه. وجميله جميله، شايفين بالشكل الجميل العسل ده. وهنخش بقى على الهمبرجر على ما هي دي ترتفع شويه وتخن. يلا انت واجري برضه. معانا هنا بقى هنخش على الهمبرجر يا حبايبي بقى. احنا عملنا العجينه وسيبناها ترتاح بقى لما تخمر معانا وتاخد حقها في الخمر. معانا هنا دي نص فرخه، نص الصدور بتاعتي دي نص فرخه، جهتين الصدور، ودي ورك. ان شاء الله نعمل همبرجر بردك باذن الله يعجبكم. طبعا احنا حاطين الورك ده يا حبايب قلب عشان يبقى نسبه التماسك بتقل، لان الوراك طبعا لوحدها مش هتبقى متماسكه وحلوه، لازم لابد معاها ايه الوراك سمينه بتديها سنه سمانه. ايوه. والصدور ناشفه وبتديكي بردك عرق حلو. هيعملوا ايه الاثنين بيعملوا ميكس جبن. ميكس جبن. الاثنين ان شاء الله باذن الله يبقوا مع بعض زي الفل. ونعرف احنا بناكل، كل ما اكلمكم اقول لكم يا حبايبي احنا بنعرف احنا بناكل عيالنا ايه، احنا اللي بنعملها بايدينا وعارفين ديت حلوه ولا ايه، مصدرها ايه بايدينا وبعنانه. ما تحرمش منكم يا حبايبي. احنا هنفرمها الاول بقى، هنقول على البهارات المرينه ولا بنفرمها؟ ما نفرم فرمه كده عشان ايه نضمن النعوميه بتاعته، ويدينا ايه في الاخر عرق حلو كده ويبقى ناعم معانا وجميل. هنا بقى يا حبايبي فرمناه عشان ايه نضمن ان هي يتماسك مع بعض كده وايه، والعرق بتاعه يبقى. ده عارفين الهمبرجر اللي احنا بنشتريه من بره والكفته الجاهزه والهمبرجر والحاجه دي عمرهم ما حاطين لكم فراخ فيها كده، كلها فول صويا، كلها فول صويا وكلها بهارات، معتمده على البهارات كمان عن الفول الصويا. اما احنا بقى دلوقتي بنعمل حاجه احنا عارفين احنا بنعملها ازاي، وهو بردك توفير في نفس الوقت، ورغم ذلك بتبقى حاجه جميله وزي الفول. معانا بقى احنا كده فرمناها زي ما انتم شايفين كده بالشكل الجميل دي. معانا بقى البهارات بتاعتنا دي، معانا هنا بهارات فراخ، معانا ديت مرقه فوريه، معانا هنا بابريكا. انت اسمك ايه يا بنتي؟ بابريكا. معانا فلفل اسود، معانا جنزبيل، معانا رشه سكر، معانا رشه ملح. كده البهارات الجميله بتاعتنا. معانا يا حبايبي هنا كده بقى حبه من البقسماط، نص كوبايه بقسماط كده على ما لسه ما نشوف هتلف معانا 3 معالق ولا هتحتاج ايه. بردك مش هنحط ايه انا ما نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ايدي نظيفه والله وزي الفل اهيت وغسلاها طبعا اساس بقى البرجر يا حبايب قلبي والتماسك بتاعه بالاكتر كمان العجن دلوقتي. انت تعجني بقى ايه بص بقى بتبقى ريحتها هي طلعت اهي زي الفل وزي العسل. وزي ما بقول لكم يا حبايب عيني احنا عارفين احنا بنعمل ايه. هتحتاج نعجنها عجنه محترمه كده ونوريكم ايه في الاخر بقى معانا. حبايب قلبي كده عجناها اهوت اهي، وعجنتها عجنه محترمه. معانا هنا بقى شويه زيت، ومعانا بقى يعني ايه احنا ما عندناش مكبس بتاع البرجر، معانا ده غطا برطمان معانا او برطمان. معانا هنا كيس نايلون نحط نصه كده دهنة زيت خفيفة هنا، ودهنة زيت ايه مطرح ما هنكبس، عشان خاطر لما نحط قطعة البرجر معانا تطلع ايه مش كل سهولة. كبيرة اوي. واخدين بالكم بكل سهولة كبيرة؟ لا مش كبيرة. طب يلا على ما تتكبس اهي نضغط ايه بايدينا كده. طبعا بقى مكبس البرجر على طول بتقوم ضغطه كده بيقوم كابس بعضه، بس احنا لازم ايه نكبس بايدينا كده عشان اي فراغات اي هوا. قطعة البرجر معانا تبقى ايه واخده شكل القالب اللي انتوا بتضغطوا فيه. قطعة برجر محترمة معانا اهي، شايفين؟ انا بقول لك كبير ما شاء الله.
لا مش كبير. طب يلا. طبعا بقى حبايب قلبي عملنا البرجر اهوت. طبعا في الحاله دي بقى لو انت عايزه تدخليه الفريزر وبحيث ان انت تطلعي لاولادك كل يوم وتشويه على طول وتعمليه في السندوتشات زي ما احنا حاطينه كده على كيس نايلون اهوت، وتغطيه كمان بكيس نايلون. هتحط طبقات بين كل طبقه وطبقه، هتحط كيس نايلون دي للتفريز. انما ان شاء الله احنا هنعمله مع بعض دلوقتي، وانا حبيت بس اوريكم كده قبل ما اشيله. هشيله بقى احطه على جنب دلوقتي ونعمل ايه الكايزر بتاعنا. هنا بقى الكايزر بتاعنا اهوت يا حبايبي، غطيناه بفوطه شوفوا بقى زي ما انتم شايفين كده حمر خالص اهو. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعملي بقى على قد الكايزرايه اللي انت عايزاه، يعني على قد عجينه، على قد اللي انت عايزاها اعمل ايه. هي اسمها مكبره الهمبرجر، انا هعملها ايه حلوه يعني، مش كبيره ولا صغيره. هو مش كبير قوي يعني على ما يستوي يا حبايب قلبي. اه طبعا الكايزر اسهل من الفينو كتير، انت ما بتبرموش ولا بتعملي حاجه. عمايله سهله وبسيطه، وهنكملها بقى دلوقتي مع بعض بطريقه بسيطه بس خالص. العجينه بقى ناعمه خالص وفيها نسبه تلزيق بس بسيطه كده. شايفين الطراوه وفيها نسبه تلزيق بسيطه بس ايه، ما مش ان هي تبقى لازقه يعني في العجان بتاعك ولا حاجه. هنقرصهم بقى مع بعض كلهم. التقرصات بقى عايزه كبير ماشي، عايزه صغير ماشي، اللي يعجبك، ونكمل مع بعض. كم واحده؟ عدهم يا حبايب قلبي كده معانا كام واحده؟ 6 10 12 15 21 كايزرايه من كيلو دقيق. شفت بقى عملنا لا وبعدين هو كبير اصلا. عملنا من كيلو دقيق. طبعا ننزل بقى معانا الصينيه كده بالزيت كويس قوي، عشان ايه نضمن ان هو يطلع معانا بكل سهوله. ان شاء الله باذن الله يطلع بكل سهوله يا حبايبي. طبعا الكايزر ده يا حبايب قلبي طلع من الخباز بقى. هنفرد بقى الكايزريه بتاعتنا كده حاجه بس بسيطه كده زي ما انتم شايفين كده. فنقوم عاملين ايه بقى، ونقوم رايحين عاملينها زي البقجه كده اهو. لم 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 على بعضه. لم بس كده اهو خلاص على بعضه كده اهو. بس تضمني بقى ان القفله ايه، وتقفلها ايه قفله محترمه كده، قفله حلوه كده بس. شايفين الزعنونه دي هتبقى زعنونه بقى. الزغنونه ده كبيره قوي، ده كبيره قوي مش زغنونه. ممكن تعمليها على ايدك كمان بكل سهوله خالص. بقول لكم الكايزر سهل خالص، اسهل من الفينو كمان. نعملها بوجه 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 كده اهوت بس متتكش بقى ولا تعملي حاجه. بس تضمني بس انت قفلتها حلو عشان يبقى شكلها من تحت ايه مسوي كده وجميل. حبايبي بقى من كل بين واحده وواحده كده فراغ. حبايب قلبي حطينا الجريلا بتاعتنا على النار. الصينيه، الطاسه، اي حاجه ممكن تفال ما بتكونش بتلزق فيها ايه اي حاجه. وحطينا فيها رشه زبده بسيطه كده او دهنه زبده بسيطه، وتكون مسخنينها معانا كويس. نقعد بقى حطيناهم على النار. اهم حاجه تكون الطاسه معانا سخنه حبايب قلبي عشان ما يلزقش فيها معانا القطع بتاع البرجر بتاعتنا. جربوها ان شاء الله باذن الله تنال اعجابكم وتاخد معانا لون، وهنكمل الفيديو مع بعض. اتمنى منكم ان انتوا تشجعونا، بنحبكم في الله. الله ينور عليك يا ام ريان. وعليك يا ماما. ايه رايك؟ اين البرجر؟ ولا احسن من كده يا ام ريان. انت وانت جبت العده كلها. ده فين البرجر صحيح؟ اين البرجر يا ماما؟ همبرجر. عايزه همبرجر يا عمو. عايزه همبرجر. همبرجر يا عمو. ده همبرجر سويناه اهوت مع بعض. تعالى انا بجيب لكم بقى الحشوه الاول. احنا جبنا لكم كل حاجه بخطواتها يا حبايبي. البرجر مع بعض دلوقتي، بس نوريكم الاول وده بقى الهمبرجر بقى الحاجه العسل عسل عسل ديت. والله حاجه جميله جميله. ما نكسرش يا اولاد، نقوم نشجع كده، نشجع بعض. استنى كده شفتوا حاجه كده تحفه، وحاجه عسل عسل عسل. فاحنا مزينه دي الصينيه الاولانيه ودي الثانيه. كيلو دقيق عمل لنا صينيتين محترمين اهوت. وصدر فرخه زي ما بقول لكم ورك عمل لنا احلى همبرجر. احنا عارفين احنا بناكل عيالنا يا حبايبي زي ما بقول لكم. وكل ما هنالك يا حبايبي من الفيديوهات من الغرض فيها ان انتوا بس بنشجعكم وانتوا تشجعونا. هي كل اللي شفتوه عامل زي السفنجه وما شاء الله مش مفرول ولا اي حاجه كده زي الفل. تعالوا بقى اما نعمل صوص البرجر مع بعض عشان ايه نزين بيه السندوتشات بتاعنا. ده مستردة وده مايونيز وده كاتشب. تمام، مستردة ومايونيز وكاتشب. ممكن بدل الكاتشب تعملوا صوص الباربيكيو لو متوفر عندك.
معانا هنا بقى احنا عايزين نبسط الامور يا ام ريان كده مع بعضياتنا. احنا بندلع بقى العيال بقى يا ماما. ماشي. عندنا هنا ده خيار مخلل مقطعينه قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين، وده البصل معانا ايه قطع صغيره. طبعا ده هيخلي البرجر معانا طعم جميل. والخس موجود دلوقتي، ومعلقه بقى من كل حاجه، يعني معلقه مايونيز ومعلقه كاتشب ومعلقه مستردة. هو الوقت اللي ناقص في الكاتشب بتاعنا اللي فات عليه فعلا عندنا والله هنا من ساعتها جبنا الشرايح، بس انا ما لقيتهاش والله خالص. هو ده اللي ناقص في الهمبرجر بتاعنا، فمش مش هنقف عليها يعني. كنت عايزه ادلع الزبون، كنت عايزه ادلع الزبون، فمش مشكله، مش هنقف عليها ان شاء الله. ابسط الامكانيات. ومعانا هنا طماطم شرايح وبصل، ومعانا هنا ده الخس بتاعنا يا حبايب قلبي. وده البرجر اهوت. هقطع العيش معاكم نصين كده. طبعا في ناس بتبقى تحمصوا مكان البرجر يا حبايب قلبي على النار، بس انا بصراحه مكتفيه بيه كده لانه ما شاء الله بصوا يا سلام يا سلام ريحته تحفه والله، حاجه تستاهل بقكم. هقطعه كله دلوقتي وارص معاكم بقى كام واحد كده، ودي بقى الجرنشه بتاعت الجميله دي بدلعهم يا ولاد. شفتي يا ام ريان ايه بتدلع الزبون؟ انا عايزاكي تريحي الزبون وتدلعي الاخر يا ام ريان. ملناش بركه لحبايبنا. اللايك الجميل من ايديهم من العسل دولت، وتشجيع منكم يا حبايبي كده تشجعوني، عشان اللايك ده بيرفع من شأننا كده ومن الفيديو ده اول ما. والاشتراك الجميل منكم خارج مصر وجوه مصر، والله ما نتحرم من، انا ما اتحرمش منكم يا حبايبي ولا من وموافقكم معانا. بس اول خص كده الاول معانا اهوت، وبعد كده نحط قطعه البرجر، شريحه طماطم وشريحه خيار. شايفين؟ والنعمه لو شفت اللي ورا الكاميرا هتتخضوا من منظر العيال. كل واقفين ورانا وكلهم واقفين ورانا، بس هنخلص وهنظبط الزبون زي ما بقول لكم. وحاجه كده بقى يا حبايبي تدلعي عيالك. طبعا هي ناقصها جبنا الشرايح بس معلش عدوها مش موجوده عندنا والله، حاجه كده تحفه. انتوا عارفين حتى لو يعني هو بدون تكاليف ابسط الامكانيات عملناه، وابسط الشغل اشتغلناه مع بعض. وانا بقول لكم والله يا حبايبي انتوا بتشجعونا ان احنا نقوم ونعمل ونستمر، بس يعني انا اللايك ثم اللايك يا حبايبي. ادعوا لنا دعوه حلوه ودعوه من قلوبكم كده حلوه. بنحبكم في الله، ربنا يا رب يسعد اوقاتكم. هرصوا بقى كله بالمنظر ده، وان شاء الله اكمل معاكم التقديم بقى. احنا عملنا معاكم الكايزر من اوله لاخره والهمبرجر من اوله لاخره. بحبكم واحنا عايزين بقى دعوه حلوه كده وكومنت جميل منكم كده وكلمتين عسل زيكم يا عسلات. ما تحرمش منكم يا حبايبي، ويا رب كده يجعلنا سبب لبعض كده ان احنا نقوم ونشجع بعض ونعمل كل حاجه حلوه مع بعض ان شاء الله. بنحبكم. بصوا لو قعدت اقول من هنا للسنه الجايه بحبكم وبحب تشجيعكم وبحب كل حاجه اعملها معاكم، وبصراحه مش لاقي كلام اقوله اكتر من الجمال. هنكمل بس عشان الفيديو ما يطولش. الجمال دي والحلويات دي تحفه. يلا